هحكي لكم حدوتة كده صغيرة مريت بيها من حوالي كام نقول كام يا رب 10 سنين تقريبا 10 سنين. بس كانت الحدوتة دي ليها أثر كبير فيا، وليها أثر كبير جدا في ابني. أنا عادة يعني حياتي الشخصية ما بحبش أتكلم عنها، يعني أتكلم فيما يخصني أنا ماشي، إنما أتكلم فيما يخص أفراد عائلتي فدي خصوصيات ما ينفعش إن أنا أتكلم فيها. ولكن الحقيقة الموقف ده محتاج إنه يتحكي. إيه الحدوتة بقى؟ هو كان الكلام ده بعد الثورة على طول. كان ابني صغير كده في حوالي نقول رابعة ابتدائي، تقريبا يعني رابعة ابتدائي حاجة زي كده. ساكنة في بيت والدي، جنب البيت كان في نقطة شرطة. فكان ابني بيلعب بالكورة من ناحية النقطة كده هو واصحابه في الشارع. فالكرة خبطت ناحية القسم، فطلع كان بالصدفة الضابط نازل، فطلع الضابط يعني يوزع لهم وكده وبتاع. فلقيت ابني الجميل ربنا يبارك فيه ويحفظه لي يا رب ويحميني من كل عين، جالي بقى وهو متنرفز ومتعصب ومتضايق. الضابط زعقلي، هو فاكر نفسه ايه؟ ده انا المصروف اللي باخده اكتر من مرتبه. الحقيقة انا لما سمعت التعليق من ابني اللي عنده 10 سنين انا تنحت واتصدمت. يعني ايا كان بقى جاب الكلام ده منين، ايا كان مين قاله قدامه، ايا كان مش ده المهم. المهم كان بالنسبة لي ان ده طريقة تفكير ابني اللي عنده 10 سنين. فقلت له يعني انت مرتبك اللي بتاخده مصروفك مني انا اعلى من مرتب الضابط اللي بيشتغل، ومع يعني احترامي للضباط واحترامي لرجال الشرطة الجمال، يعني فانت اعلى منه واحسن منه، انت شايف نفسك كده يعني؟ قال لي، فسكت بصلي كده وسكت مش فاهم يعني انتي ايه اللي مضايق او في ايه. يعني انا دي وجهة نظري. فقررت ان انا الاسبوع اللي بعده، وهو كان بداية الصيف يعني، خدته معايا الشغل وشغلت اوفيس بوي. واللي ما يعرفش يعني ايه اوفيس بوي، يعني عامل نظافة في الشركة عندنا. ابني عنده 10 سنين، شغلته معايا في الفرع اللي انا كنت موجودة فيه ساعتها. وكلمت مديري بقى وقلت له انت تديله في اليوم 10 جنيه، ده مرتبه، هتديهوله باليومية وهتخليه يشتغل زي اي اوفيس بوي موجود عندنا عادي. فكان يا حبيبي بيصعب عليا وقلبي بيتقطع عليه، بس كان لازم اعمل الموقف ده. اشتغل فترة الصيف 3 شهور ينظف ويطلع الطلبات بتاعة الكلاينتس، وزيه زي اي حد شغال. اتعرضت كتير وسمعت كلام سم بدن من اللي حواليا، وازاي وحرام عليكي وده صغير وده وده وده. ولكن
انا كنت بصلها من حتة ان ابني لازم يحترم كل المهن اللي في الدنيا، ما يحقرش من اي مهنة، وان اي حد بيشتغل بياخد مقابل مادي. مقابل المادي ده بيجي بعد تعب وبعد جهد وبعد شقة. زي ما انت ما بتشتغل كده وتنزل من بيتكو الساعة 8 الصبح وترجع بيتكو الساعة 7 بالليل، بترجع معايا بس بتشتغل وبتأكل نفسك وبتصرف على نفسك. وكان بيجي يقول يا مامي ده في حد بيديني فلوس عشان اديته الشنطة وبتاع وطلعتها له بره، قلت له خد يا حبيبي ده تبس عادي مفيش مشكلة. فيتعلم قيمة الفلوس، ويتعلم قيمة الشغل، ويتعلم ويعرف قيمة الفلوس ايه، وقيمة المجهود المبذول ايه، والمقابل بتاعه ايه، وان مفيش حاجة بتيجي بالساهل، وان الناس دي بتتعب، وان احنا بنتعب عشان نجيب لهم ونوفر لهم. لازم كان يقدر ويعرف قيمة الفلوس، ويعرف قيمة ان الواحد ممكن يتزنق، وقيمة ان الواحد بيشتغل، ويعرف قيمة الفلوس، ويعرف قيمة نفسه، وقيمة الناس، وقيمة الشغل اللي كل واحد بيشتغله. ما يحقرش من حد، ما يحقرش من اي شغلانة، وما يحقرش من اي مرتب او فلوس الناس بتاخدها او هو حتى بياخدها. كان هو ده هدفي الحقيقة، و يعني هو يسامحني بقى ولكن انا كان هدفي ان انا اعلمه، وده هدفنا كلنا كأمهات وكآباء، ان احنا نعلم ولادنا الصح من الغلط، وان مفيش حد احسن من حد، وان اي شغل الواحد بيشتغله ليه قيمة، ومفيش شغل عيب طالما ان هي مش حاجة بتغضب رب العباد، فمفيش شغل عيب. الشغل كله ليه احترامه وليه تقديره، لان كل شغلة بتؤثر في حياتنا بشكل او باخر. ربنا يبارك في ابني، وربنا يبارك في اولادكم، بس علموا اولادكم وعرفوهم قيمة النعمة اللي هم فيها، وقيمة الشغل، وقيمة الوظيفة اللي الناس بتشتغلها ايه، عشان ما يفتكروش نفسهم ان هم اعلى من، او ان هم احسن من اي حد، او ان اعلى من الناس. كلنا بشر، وربنا بيقسم الارزاق وبيقسم الشغل لكل واحد فينا، فكل مهنة تحترم وليها احترامها وليها تقديرها. محدش احسن من حد. وشكرا، وسامحني يا ابني ان انا طلعت سر من اسرارنا بره، بس ليه مغزى وليه معنى. شكرا مرة تانية.